اتفقنا؟ انا محمد مصطفى. تمام؟ لو انت احتجت اي حاجه ارفع لي ايدك وانا هجيب لك لحد عندك. انا جاي خلال الساعتين او ثلاثه او اربعه دول ان احنا نقعد مع بعض. اهم حاجه انك تستفيد مني اكبر استفاده. وانا تحت امرك. يعني في اي سؤال في اي استفسار حاجه واقفه معاك انا تحت امرك. اتفقنا؟ طيب نحب نبدا النهارده بالاكسل. الاكسل بالنسبه لناس كتير الناس بتعتبره شرح شويه وحاجه رخمه عشان جداول. وانت اول ما تخش اول ما تدخل تلاقي جداول كتير قدامك فانت بتستغرب ليه الجداول دي انا مش عارف استخدمها. بالعكس الجداول دي احسن حاجه. ليه؟ لان الجداول دي هي بتديلك حاجه تشتغل عليها بنظام وهو منظم لك الدنيا. عكس الوورد مثلا. الوورد بيديلك البيج يعني الورقه بتاعتك في الدوكيمنت فاضيه. وانت بقى عامل السؤال بتاع الورقه اذا كان ليدر او فوتر تغير خلفيتها تبدا تشتغل عليها فبتاخد منك وقت اكبر في الخطه. انما في الاكسل هو الراجل مسهل لك الامور. في ناس تقول لك شغل الفانكشنز المعادلات او الدوال هيبقى صعب معايا، انا ما بفهموش، انا رحت خدت كورس بايثون او خدت كورس مش عارف ايه والاكسل بص احنا نمشي فيه براحه خالص براحتنا نديك الاساسيات اللي انت عايزها ولو اي حاجه وقفت معاك ما تهملش فيها. ليه ما تهملش فيها؟ لان ممكن المعلومه الصغيره اللي انت اهملتها وانت مش ما استوعبتهاش يتبني عليها معلومه ثانيه. اتفقنا؟ طيب احنا مبدئيا اول حاجه معانا لما نيجي نشتغل هي فكره ان انا عندي حاجه اسمها الكولم. تمام؟ ومعايا حاجه اسمها الرو. الكولم لما باجي اقول لك هنا الكولم نيم مثلا A B C وهكذا. تمام؟ طيب الرو 1 2 3 4 وهكذا. طيب هنا بينتج تقاطع من العمود بتاعي والصف بتاعي بيكون لي حاجه اسمها السيل الخليه. لعبه الاكسل كلها في الحته دي هو ازاي ان انا اشتغل بالسيل نيم باسم الخليه. لو انا ركزت في اسم الخليه خلاص الموضوع الاكسل كله بالنسبه لك هيبقى كلام سهل جدا. هديك الاساسيات بتاعته وبعد كده بقى انت الشغل بقى بتاعك اللي هو مربوط بكليتك التجاره. تمام؟ شغلك انت يعني انا هديك الاساسيات بتاعت المعادلات والكلام ده كله. انت عايز تجيب قيمه مضافه ضريبه مش عارف كام تحسب نسبه مبيعات الكلام ده كله يبقى ده شغلك. طيب احنا هنا زي ما بقول لك دي السيل بتاعتي. انا دلوقتي واقف في الرو كام؟ رو 2 صح؟ طيب والكولم ايه؟ السيل نيم هنا هيكون A2. طيب يبقى السيل نيم عامة بيتكون من الكولم ليبل او كولم نيم تمام مع الرو نمبر. طيب فعشان كده يبقى انا عندي هنا الكولم نيم مع الرو نمبر. تمام؟ طيب كده اداني اسم الخليه. اداني اسم الخليه بتاعتي. طيب اسم الخليه بيظهر لي انا هشتغل معاك دلوقتي بشكل تطبيقي. تمام؟ بس الحته دي مهمه قوي قبل ما نبدا في اي حاجه. عامه انا عندي هنا في فانكشن بار فوق. الفانكشن بار مقسوم لمستطيلين صغيرين كده. واحد صغير اسف والثاني كبير. الصغير ده لو انا ضاغط على اي خليه ضاغط عليها فهي بتكون اكتف سيل. الاكتف سيل دي بتظهر في المستطيل الصغير اللي فوق على الشمال. تمام؟ علشان يقول لي مثلا انا دلوقتي محدد دي فيكتب لي A2. يكتب لي A2. المستطيل الكبير ده اسمه الفانكشن بار. شريط السيمر. يعني ايه بقى؟ يعني هنا مثلا لو انا ظاهر عندي هنا 30 ممكن فوق في
في الفانكشن بار وليكن يكون كاتب لك equal 2 times 15. ممكن يكتب لك 10 بلس 20. انت ظاهر لك هنا 30 لان هنا الخليه بيظهر عليها الفاليو. طب المعادله او الداله بتاعتي بتظهر فين؟ في الفانكشن بار. بتظهر فين؟ في الفانكشن بار. يعني هنا بنقول ملخص الكلام ان انا معايا الخليه بتظهر الناتج بتاعي. الناتج الاخير زي مثلا ايه؟ وليكن احنا جايبين عميل معانا فكاتبين اسمه احمد فلان الفلاني، كاتبين مثلا دفع فلوس كذا مع كذا مع كذا عليه ضريبه كذا، التوتال الاخير وليكن 1500 مثلا. ال 1500 دي جت منين؟ من ناتج جمع الخليه دي مع دي مع دي مع دي، صح؟ طب هنا ينفع على الخليه يكتب لك انا جمعت مين على مين على مين؟ لا. قال لك انت هنا مش هتكتب اسامي الناس دي، انا هظهر لك الفاليو. انا هظهر لك الفاليو، تمام؟ طيب وبعد ما اظهر الفاليو لو انت عايز تراجع انا جمعت مين على مين على مين يبقى ترجع للفانكشن بار بتاعك لان هو اللي هيظهر لك الداله او المعادله اللي انت كتبتها. يبقى الفرق تاني ودي اهم جزئيه، انا عندي هنا ان السيل بتاعتي بيظهر عليها الفاليو، تمام؟ طيب الكونتنت بتاع الخليه بيظهر في الفانكشن بار. طيب هنشوف بقى دلوقتي ايه الفرق ما بين الاثنين. الاول الجزئيه دي فيها مشاكل، انا اهم حاجه بطلع بيها ان انا اعرف النيم بوكس بتاعت دي كده اسمها النيم بوكس، تمام؟ اللي بيظهر فيها اسم الداله، اللي بيظهر فيها اسم الخليه بتاعتي. هنا الفانكشن بار اللي بيظهر فيه محتوى الخليه. فهو بيقول لي انا عندي في الاي 2 في معادله كذا، عندي مثلا لو ضغطت على خليه ثانيه هيظهر اسمها هنا على طول، تمام؟ فيها معادله كذا او عمليه كذا. تعالوا نشوف شكل عمليه. هو شايف تمام؟ أنا عندي هنا البرنامج أهو، تمام؟ بص كده، أنا عندي هنا ده النيم بوكس بتاعي اللي مكتوب عليه A1 لأنه هنا باي ديفولت first cell in the worksheet A1، تمام؟ طيب هنا بقى الفانكشن بار بتاعك. طيب ادينا بقى الحته اللي انت قلت عليها ان ممكن يبقى مكتوب 30 وهي اصلا قيمتها مثلا 2 تايمز 15. يبقى انا لو جيت مثلا ركز كده، لو انا قلت له مثلا هنا ايكوال، تمام؟ وقمت قايل له 2 تايمز 15 وعملت انتر، رجعت ليها تاني. بص بقى في النيم بوكس مكتوب ايه؟ في النيم بوكس B7 واخد هنا الكولم نيم مع الكولم، تمام؟ وهنا كاتب لك ايه؟ محتوى الداله. انما على الخليه ناتج الداله او ناتج العمليه بتاعتك. كده دي تمام؟ دي اهم حته في الاكسل، انك تعرف يعني ايه السيل نيم، لان بعديها الدنيا هتبقى بسيطه خالص. طيب لو انا جيت النهارده وليكن انا مكبر الشاشه شويه عشان اللي ورا يشوف، انت شايف كده تمام معايا؟ شايف. تمام. طيب لو انا مثلا كاتب قيم زي كده، ماشي؟ وعايز اجمعهم مع بعض، في اكتر من طريقه ان انا اجمعهم، تمام؟ طب تعالى مثلا نشوف كده اول طريقه، ان انا هقول له هنا خد بالك انا اول حاجه كتبتها هنا ايه؟ ايكوال. طالما هعمل عمليه حسابيه لازم ابدا بالايكوال ساين، تمام؟ طيب هقول له ايكوال 20 بلس 30 بلس 100. لما اضغط انتر اداني الفاليو بتاعتي، تمام؟ طيب
تعالى نشوفها بطريقه ثانيه. تعالى نشوف المعادله دي بطريقه ثانيه. مبدئيا احنا اتفقنا ان انا لو ضغطت على ايكوال يبقى انا بكتب معادله. ركز بقى في الحته اللي جايه دي، حلوه قوي. ركز كده في الحته اللي جايه. انت لما بتيجي تكتب اي معادله بتبدا مثلا بالايكوال، فالمفروض هنا بتحط الفاليو بتاعتك او الانبوتس بتاعتك، القيمه اللي داخله، تمام؟ وبتحط الاوبريتور. الاوبريتور ده اذا كان جمع او طرح او ضرب او قسمه او اي اوبريتور تاني. فانت مثلا نفترض جمع مثلا، ايه اللي هيجي بعد علامه الجمع؟ لازم يجي قيمه ثانيه. مش دي اساسيات العمليه الحسابيه؟ هو هنا بيشتغل باساسيات العمليه الحسابيه ازاي بقى؟ بص، انا جيت هنا كتبت ايكوال. ركز بقى كده، مجرد ان انا هضغط هنا، المفروض ان انا هضغط هنا دي تبقى الاكتف سيل، صح؟ هو مش هيشيل التحديد من على السي 6. مش هيشيل التحديد من على السي 6. شوف هيعمل ايه؟ لان الجزئيه دي هتسهل معاك قوي 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 في كتابه المعادلات. ركز، انا ضغطت، عمل ايه؟ كتب اسم الخليه في المكان اللي انا واقف فيه، علشان انا بادئ بايكوال. علشان انا بادئ بايكوال. طيب واحد يقول لي ماشي، طب انت انا عايز اجمع على السيرتي. استنى، انت لو ضغطت على البي 4 تمام، عمل ايه؟ عمل ريليس، لان انت ما قلتلوش اوبريتور، ما قلتلوش يجمع ولا اطرح ولا اسم ولا اي حاجه، فبالتالي غير الاسم. يعني معنى الكلام ان انا رحت رجعت هنا تاني، انا كاتب اسمها تاني. طب انا كتبت اوبريتور ماشي، شوف لما اضغط هنا قام جامع اللي بعديها، او مثلا عايز هنا جمعها او البلس، يبقى مجرد ان انا بكتب الاوبريتور واضغط على اسم الخليه تتكتب في المكان اللي انا واقف فيه. مجرد ان انا عملت الاوبريتور بتاعي، تمام؟ اذا كان ايكوال او بلس او ماينس او تايمز او ديفايدد، تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ بص كده، اول ما اعمل انتر التاني برضه 150. في فرق ما بين الاثنين. في فرق ما بين الاثنين. طب خد بالك كده، لو انا ما كتبتش الايكوال ساين، ما عملش العمليه الحسابيه. ما عملش العمليه الحسابيه، اعتبر ان محتوى الخليه محتوى نصي وليست عمليه حسابيه. احنا بنقول ان برنامج الاكسل برنامج جداول حسابيه، يعني بيعمل لك اي عمليه حسابيه انت بس بتديله القيم بتاعتها، تمام؟ طيب ايه الفرق بقى؟ ايه الفرق ما بين ال 150 هنا وال 150 هنا؟ الفرق هنا، ركز، لو انا جيت غيرت القيمه خليتها 70 مثلا، ركز كده، اول ما اضغط انتر مين اللي اتغير؟ ليه ال 150 اللي تحتيها ما اتغيرتش؟ وليه هنا ال 150 اتغيرت؟ على حلو جدا. جميل جميل جدا، تسلم تسلم، نفس الكلام. طيب اقول بقى الكلام اللي حصل. انت عندك هنا ايه الفرق؟ الفرق هنا ان انا مديله القيم، بقول له اجمع لي في شو بقى في الفانكشن بار، انا قلت له اجمع لي ال 20 مع ال 30 مع ال 100. خلاص طبعا صريح. انما في السيل اللي جنبها انا جيت قلت له ايه؟ انا قلت له حط لي قيمه البي 3 مع البي 4 مع البي 5، مهما تتغير بقى القيمه هو بيعمل عمليه ريبليسمنت، استبدال تلقائي، تمام؟ طيب تعالى بقى نشوف النهارده لو انا جيت عملت اي عمليه حسابيه، انا لازم التزم ان انا ابدا بالايكوال ساين واحط الاوبريتورز بتاعتي. انت اعمل بقى عمليه جمع، عمليه طرح، اضرب في 10 على 100 مثلا عشان يطلع لك نسبه ال 10% من قيمه فلان الفلاني، تمام؟ طيب عندك هنا لو انا جيت قلت له انا عايز اجمعهم بطريقه مختلفه، عايز اجمع القيم دي بطريقه مختلفه، انا عندي في حاجه اسمها دوال معرفه في برنامج الاكسل. في دوال معرفه في برنامج الاكسل. يعني ايه دوال معرفه؟ يعني البرنامج متعرف عنده الداله دي، اول ما انت بتذكر اسمها هو بيعمل وظيفتها. يعني مثلا صم يوم جامع افريج يجيب لك المتوسط الحسابي، الوسط الحسابي. لو جيت قلت له مثلا ماكس يجيب لك اعلى قيمه، من
اقل قيمه وهكذا. وفي دوال كتير بتكون عندك في الشغل في الحسابات بتاعك. طيب تعال نشوف الداله دي بتتكتب ازاي. انا باجي هنا زي ما اتفقنا بالايكوال ساين وبعدين بحط اسم الداله. طب اسم الداله معروفه منين؟ هوري لك تعرف كل اسامي الدوال منين. تمام؟ لانها متصنفه عندك بالموست بيبلر فاكشنز، يعني اكثر الدوال استخداما او اكثرها شهره، وكمان معموله كلاسفاينج، يعني كل تصنيف لوحده. في دوال خاصه بالفيزياء موجوده في اكسل باور هتلاقيها موجوده عادي. تمام؟ هنشوف الكلام ده. بس انا الطبيعي بتاعي ان انا بعمل ايه؟ بحط اسم الداله، بعدين افتح البراكتس بتاعتي وابدا من قيمه البدايه الى قيمه النهايه. تاني انا بحط اهو الايكوال ساين وبعدين اسم الداله وافتح البراكتس بتاعتي واحط القيمه الابتدائيه الى القيمه النهائيه. طب ما تيجي نشوف كده. يعني مثلا لو انا جيت قمت قايل له ايكوال لو قلت له هنا ايكوال وقمت قايل له سم، قمت قايل له سم اسم الداله. لو انا مش عارف هنجيبه منين هقول لك. طيب فتحت البراكتس. خد بالك بقى هو حتى الاكسل بيساعدك في الشرح. تمام؟ بيساعدك في الشرح. طب انا هكتب مين؟ انا المفروض دلوقتي هكتب بي 3 صح؟ انا هجمع من هنا لهنا مثلا، او هجمع معاهم من 150 من البي 3 للبي 6. من البي 3 المفروض ان انا بقول له دلوقتي صم وفتحت البراكتس بتاعي اقول له من بي 3 الى بي 6 واقفل. تمام؟ طيب انا هكتب اهو بي 3 الى اللي هي شيفت مع حرف الكاف. انا بكون بكتب انجلش وبعمل شيفت مع حرف الكاف واقوم قايل له الى بي 6 واقفل البراكتس. خد بالك هو حدد تلقائي، حدد المدى بتاعي واقفل. هنا عمل ايه؟ هنا جمع القيمه. هنا جمع القيمه. ولو انت جيت برضه غيرت هنا في القيمه مثلا هتتغير اوتوماتيك برضه معاك. طب بص كده لحظه، بص كده لحظه، نفس المعادله هكتبها. هقول له ايكوال واقول له سم وافتح البراكتس. بص بقى لو انا ضغطت هنا اتكتب اسم الداله، اتكتب اسم الخليه، وبعدين اقوم عامل كده واقوم نازل وليكن لحد دي كتب اسم الخليه برضه. يبقى فكره ان انا لما افتح البراكتس او لما انا ببدا بالايكوال واضغط على الخليه فبيتكتب اسمها تلقائي في المكان اللي انا فيه، هتسهل عليك جدا 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 في عمليه الكتابه وهتقلل من حدوث الخطا بتاعك في اي عمليه حسابيه. تمام؟ انا بقفل البراكتس بتاعي وبضغط انتر فبيبدا يا ريت تطبقها دلوقتي معايا. عايزك اول حاجه تطبق جزئيه ان انت تحط 3 ارقام وتجمعهم مانوال وتجمعهم اوتوماتيك. تمام؟ تبدا تطبق. لو حد واقف مع حاجه انا معاك. الجزئيات دي من اهم الاجزاء اللي معاك. وما تتخضش من اكسل. لخبط براحتك. بعض الناس جالها دلوقتي وهي بتكتب قدامك اهو، انا جيت مثلا كتبت صم وقمت ضغط انتر. قال لي هنا ايرور
انترنال مين؟ طيب انا جيت اكتب داله فنسيت حاجه، فوضع طبيعي ان البرنامج مش هيفهمها، هيديلك خطأ. طب انا دلوقتي جيت ضغط تاني، فكل البرنامج ده رخم حاجه اكتب، فانا ماسح اللي انا كنت كاتبه اصلا، لان انت اللي مشيت غلط. مش فكره ان انت مشيت غلط من الاول، انت مشيت غلط في الخطوه الثانيه اللي هي خطوه التعديل. ازاي؟ انا كده معايا غلط، مش ملاحظ حاجه؟ بص كده على الفانكشن بار، هو كاتب لك اسم الخليه اللي هي سي فايل. طب ما تقرا كده الناحيه الثانيه كاتب لك ايه؟ ايكوال سم اللي انت كنت كاتبه واخطات فيه. طب انا عايز اعدل فيه، بص هتكون رايح هنا ودور واكتب يا باشا الكتابه بتاعتك وكمل عادي خالص، هتلاقي الدنيا بيس خالص وزي الفل معاك. تمام؟ هتيجي هنا مثلا يبقى انا محدد الخليه بتاعتي، قايل له بعد ما كان في ايرور اجمع بقى اعمل الرينج بتاعي. ملاحظ حاجه؟ دي طريقه ثانيه اهي للتحديد ان انا ممكن اضغط واسحب. تمام؟ فيحدد الرينج بتاعي واقفل البراكتس بتاعي. بص هنا، تمام؟ اول ما اضغط انتر ادالك القيمه. تمام؟ يبقى نرجع لاول جزئيه كانت معانا، ان انا عندي هنا في السيل